أول قرار رسمي من الفيفا بخصوص قضية مباراة العراق والكويت اللي تقدم فيها عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي بشكوى رسمية للفيفا مطالبا بإعادة المباراة، وإن كمان يتم معاقبة الحكم الياباني اللي أثبت وبإجماع كل النقاد وكل خبراء التحكيم إن المنتخب العراقي اتعرض للظلم، وان ريبين سولاكا لا يستحق ابدا البطاقه الحمراء في المباراه. الاتحاد الدولي عزيزي المشاهد برئاسه جياني انفانتينو رئيس الفيفا اعلنوا ان هم بيراجعوا المباراه مره تانية وبيدرسوا كمان اعاده المباراه في حاله ثبوت اي اخطاء قوية من الحكم الياباني أثرت على مجرى المباراة، وأكدوا إن هم بيرفضوا أي حالة من حالات الرشوة والظلم أو عدم المساواة اللي ممكن يتعرض بها أو يتميز بها فريق أو منتخب عن فريق أو منتخب آخر. طبعا عزيزي المشاهد ده بقى ظاهرة أمام العالم كله، يعني قضية اللاعب ريبين سولاكا وهو خارج بدموعه وبيبكي وشايف ان هو كان لا يستحق نهائيا الكارت الاحمر، وكان فعلا كلام صحيح. حكم المباراة ذات نفسه الحكم الياباني قال لك ان انا قراري الاول كان هو الصحيح، قرار الانذار فقط، ما يستحقش اكتر من الانذار ريبين سولاكا. ولكن هتقول ايه، الحكم ده اصلا الحكم الياباني كيمورا كان عليه كتير من علامات الاستفهام في كاس اسيا الماضيه واخطاء بالجمله ارتكبها الحكم الياباني، وبعد كده يجي يحكم في مباراه مهمه جدا جدا في تصفيات كاس العالم بين العراق والكويت. يعني حاجه بصراحه خراب. انا مش عارف الحكم ده اصلا مين اللي قرر يعينه في مباراه مهمه زي مباراه العراق والكويت ديت من المباريات المؤهله لكاس العالم 2026، دي مش مباراه وديه. وبالتالي الاتحاد الدولي برئاسه جياني انفانتينو اكدوا ان هم بيراجعوا المباراه مره واثنين مع خبراء التحكيم الموجودين في الفيفا علشان يتاكدوا هل المباراه بالفعل حصل فيها خطا جسيم اثر على مجرى المباراه. يعني عايز ايه اكتر من ان خبراء التحكيم في قطر وقناه الكاس القطريه وقناه المجلس قالوا ان دوت حكم حرفيا افسد المباراه، خلاها مباراه ممله ومباراه صعبه، ورغم كده المنتخب العراقي كان مسيطر ولكن كان بيلعب ب10 لاعبين. فكانت الحقيقه ظلم كبير جدا جدا اتعرض للمنتخب العراقي، ده يعتبر اثر على مجرى المباراه. كان المنتخب العراقي لو انتصر حتى لو 1-0 كان هيتصدر مجموعته وكان هيكون حاليا في المركز الاول بدل المركز الثالث. مجموعه المنتخب العراقي بكل صراحه انا بشوفها في تصفيات كاس العالم اقوى مجموعه بين كل المجموعات، مجموعه بتضم كوريا الجنوبيه والاردن والعراق، 3 منتخبات هيتنافسوا بقوه، وبشوفهم هم اكتر المنتخبات اللي هتقدر انها تحجز المركز الاول والثاني بالترتيب، لان المركز الثالث افضل توالد تقريبا بيروحوا ملحق. وبالتالي انت دلوقتي المنتخب العراقي مطالب انه يكون بين اول منتخبين. طب انت هتبقى اول ازاي وكل شويه بتتعرض لظلم تحكيمي ويجي لك مش عارف حكم ياباني، حكم صيني، حكم ما تعرفش جنسيته ايه، يجي يديك كارت احمر يحسب ضدك ركله جزاء، وبالتالي هتفضل في المسلسل ده كده كتير، مش هينفع بصراحة. هو الجميل كمان في الموضوع وبكل صراحة ان الاعلام الكويتي شخصيا اللي كانوا بيلعبوا المباراة ب11 لاعب والعراق امامهم ب10 لاعبين اعترفوا وقالوا ان المنتخب العراقي لو كان بيلعب ب11 لاعب كانوا خسروا المباراة. تخيل معايا الاعلام الكويتي ذات نفسه بيعترف وبيقول لك ان العراق منتخب العراق لو كان بيلعب معانا كامل العدد كان فاز علينا 2 و3 و4 اهداف، لانه كان بيلعب 10 لاعبين وكان هو المسيطر على المباراه. وبالتالي يعني حاله الطرد جاءت كويس وفي صالح المنتخب الكويتي بشكل كبير جدا جدا. اول تصريح رسمي للحكم الياباني كيمورا بعد الفضيحه اللي ارتكبها وبشكل واضح امام الجميع في مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026. الإعلام العربي مش ساكت وعمال بينقل كل التصريحات، ونقلوا تصريحات الحكم الياباني من المواقع اليابانية اللي جات تسأل الحكم الياباني عن حالة الطرد للمدافع العراقي ريبين سولاكا اللي كان بيدافع، والحكم الياباني قرر انه يحتسب عليه حالة طرد غريبة ومريبة. كل الصحف والاعلام القطري اثبتوا انها حالة غير صحيحة بالمرة، وان كان ممكن يكتفي بالانذار فقط او الكارت الاصفر، ولكن حكم اللقاء حرفيا دمر المباراة. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان الحكم الياباني بيخرج عن صمته وبيعترف بنفسه
وبيقول ان الكارت كان المستحق فقط هو انذار وكارت اصفر. اتفرج معايا نقلا من الصحف العربية. كتبت صفحة الصوت الأعظمية، كتبت إن الحكم الياباني بيؤكد إنه اتخذ القرار الصحيح بإنذار سولاكا بالكارت الأصفر فقط، لكن حكام الفار طلبوا منه إلغاء الإنذار وتوجيه الكارت الأحمر مباشر بعد رجوعه للفار، ويقول في النهاية إن القرار الصحيح هو إنذار اللاعب فقط. طب ماذا استفاد العراق؟ يعني المنتخب العراقي استفاد ايه بعد ما يسمع كلام الحكم الياباني ويسمع كلام الاعلام العربي؟ برضو يا جماعة لحد دلوقتي المنتخب العراقي بيتعرض للظلم في كل مباراة. هم دايما بيتعرضوا في الظلم في اسيا، حاجة غريبة وحاجة مريبة جدا جدا. يعني انتوا عارفين ان منتخب العراق حاليا بالامكانيات اللي بيمتلكها هو اقوى منتخب في اسيا، ولكن في بعض الحاجات اللي للاسف بتضغط على المنتخب العراقي وبتخليه يخسر او بيفقد نقاط في مباريات سهله ساذجه. الحقيقه المنتخب العراقي بيتخطاها وهو حاطط رجل على رجل. يعني بقول لك مباراه الكويت بيلعب من اول دقيقتين ب10 لاعبين وهو الاخطر وهو الاكثر هجمات، ما استقبلش ولا هدف، وبيلعب ب10 لاعبين امام منتخب كامل. يعني انت بتتكلم على منتخب تقيل وقوي جدا جدا، ولكن للاسف حاجات خارجيه هي اللي بتموت المباراه. بيكون في حزن كبير لكل الجمهور العراقي اللي بالمناسبه من حقه، ما فيش اي حد في العالم بيتمنى الظلم لمنتخب بلاده. يعني لو الظلم ده حصل لمنتخب مصر هتلاقي فيه هجوم من الجمهور المصري، منتخب الجزائر، منتخب السعوديه، منتخب اليمن، هيكون فيه هجوم. ولكن انت دلوقتي كل ماتش، كل بطولة مهمة، كل تصفيات كاس عالم يحصل فيها ظلم للمنتخب العراقي. بصراحة الموضوع تخطى الحدود تماما. تعال بقى اتفرج على كلام الاعلام القطري. قناة الكأس القطرية ذات نفسها ناقشت الموضوع وشافت انه الحكم دوت مين اللي عينه، حكم صادم وحكم فاسد جدا جدا، الحكم الياباني كيمورا. اتفرج معايا مثلا، حكم العراق والكويت سيء وكثير الاخطاء واختياره صادم. هجوم عنيف من اعلاميين قناة الكأس القطرية وقالوا ان قرار غريب وصادم من الحكم الياباني. اختيار الحكم الياباني لقيادة مباراة العراق والكويت بعد اخطائه الكارثية في كاس اسيا الماضية تعتبر شيء غريب جدا جدا وصادم ومفاجئ. بنتمنى الحقيقة عزيزي المشاهد، وبعد اعتراف الحكم الياباني بنفسه في القنوات وفي الاعلام الياباني، بنتمنى الحقيقه انه يتم اعاده مباراه العراق والكويت، لان ده هيكون القرار العادل في الموضوع. لان لحد دلوقتي الفيفا بتتناقش في الامر بعد ما قرر رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ان هو يرفع شكوى رسميه للفيفا، لان خلاص الموضوع يعني جاب اخره معاهم. وبصراحة أنا بتفق معاه جدا جدا في النقطة ديت، وبإذن الله قدام هنشوف القرار النهائي بخصوص إعادة مباراة العراق والكويت بإذن الله. وبنتمنى توفيق للمنتخب العراقي في الماتشات الجاية اللي هتكون برضو حاسمة جدا جدا، لأنهم أسقطوا العراق وكمان أفقدوه صدارة المجموعة اللي كان يستحقها بكل تأكيد.